لو فزنا اليوم بلاكان 2025 باسكو لو ماروك ماشي رياضيين بلي زانفراستركتور راح يغلبونا عندنا وعندهم سا جو سي. زويزف اليوم قبل تنقله الى كيغالي برواندا في المؤتمر الفيفا تكلم بلغه الواثق، قال لدينا ملف قوي ومتين ومتكامل للفوز باحتضان كان 2025. الملف واش نقول لك، جو سي با اسكو اذا قال الكلام هذا او يؤمن بهذا الكلام. يعني هو قال بصريح العباره عندنا ملف قوي ومتكامل ومتوازن لاحتضان كان 2025. انا نقولها ونعاودها، اذا مآمن بالكلام تاعو اعتقد انه عايش في عالم اخر. ربما يخفي اوراق ممكن جدا، لانه المصلحه واللوبيينغ داخل الكاف هو الذي سيحدد مصير لاكان 2025. اوني اون كونكورونس مع لو ماروك اللي عندهم ان مومبر انفليون يقدر يجبد معاه لي فوا من المكتب التنفيذي تاع لي 23 وعندهم ثقل في لاكاف. حنا ما حركناش الآلة الدبلوماسية الا مؤخرا، تحركناها. ربما يخفي اوراق، جاسبيغ انه يخفي اوراق، ولكن من سيصنع الفارق ربما على الاقل ما ديناهاش لو فات انه ما راهيش اكيزا 100%، لو فات انه لاكاف راهي دون لا جان باش تمدها لو ماروك. صافي كو دبلوماسيا وسياسيا انه الثقل تاع الجزائر هو اللي يصنع الفارق. حتى لو ما ديناش لاكان 2025 ومن حقنا لوجيكمون نديوها او موا بارابول لو ماروك، في المواعيد المقبله لازم تتغير امور، لازم نكونوا في المكتب التنفيذي، لازم نكونوا احنا عندنا ضغط وتاثير داخل لاكاف ودير حلفاء داخل لاكاف. لو فزنا اليوم بلاكان 2025 باسكو لو ماروك ماشي رياضيين بلي زانفراستركتور راح يغلبونا عندنا وعندهم سا جو سي. لكن بالضرب تحت الحزام، هو يضرب تحت الحزام. واش لازم دير؟ لازم تكون بريزون على الاقل سياسيا ودبلوماسيا. واضح. لو ربحنا المعركه ما تربحش لا فيدراسيون، لانه لا حول ولا قوه. ما نكلفوش فوق الطاقه تاعو زفزاف، اتونسيون ما نكلفوش فوق الطاقه تاعو. ما تقدرش تقول لي اليوم فيها كولاسه انت ما راكش ديروا اكزيكوتيف وهما في لي 23 اللي فوتيو على لاكال فيها ماروكان، ماشي نورمال. درك ولا من لي 23 باسكو الثقل تاع الجزائر مهم، والعوده الى لاسين يعني السلطه في الجزائر فهمت بعد يعني التواجد على مستوى دولي بالحكم على مستوى الكاف، هذه تبانت في ارضيه الميدان. لو قدرنا اليوم يمشيو معانا لي زامي دو لالجيري اللي متواجدين في المكتب التنفيذي يبقى طوميو بور نو. لو ما قدرناش باسكو لو ما قدرناش باش نكونوا خاسرين، لانه ما راش اصلا في المكتب التنفيذي. علينا منذ الان مواصله نفس النهج بنفس الاستراتيجيه السياسيه وبنفس الاراده السياسيه حتى يكون لنا ممثل داخل المكتب التنفيذي اي سي في جويي جو بونس تندار، ومنه تبدا عمليه اللوبينغ اللي دار الماروك باش تعاود ترونفيرسي لا سيتياسيون. احنا عندنا مشكل كبير في الجزائر تطور المستوى. شوف لي زانفراستركتور كاين بزاف واليوم سي فريمون مش تجاوز مشى الزمن نديروا اعاده تاهيل على الاقل خير من البتي ستاد هذوما تاع الطارطون. البالون تلعب كره القدم تلعب في العشب الاصطناعي الطبيعي عفوا، وفي ملعب كبير ولائق. هذا هو سي امبورطون. شوف لا برودكسيون تاع لي زيكيب في ملعب مليح، وشوف في ملعب صغير. لو اليوم لي زير دو جو هذوما ما نعتنيش بهم، ولي ستاد نقعدوا نلعبوا في لي ستاد صغار باش نربح 1-0 بلا بريسيون، ما نقدروش نطوروا. ديما تطرح سؤال، انا دخلنا رمضان لي بروجيكتور في الاستاد ما كاش اللي يلعبوا فيهم انديه النخبه. رئيس الرابطه مدور ومن بعد تقول علاش الفوتبول؟ لا الفوتبول تاعنا والله راه مليح. رئيس الرابطه اليوم اكد انه قرار لعب البطوله في رمضان في وضح النهار هو امر طبيعي. كيش امر طبيعي؟ تصريحاته قال باللي هذا امر طبيعي، وانه منذ الاستقلال والمباريات تلعب في وضح النهار. هكذا جاء في بيان الرابطه. يا ناس هذه شوف منذ الاستقلال تلعب، ما قلناش والله ما قلنا، كنا نلعبوا على الوحده تاع الشيء. صح يا ناس. الموت المفاجئ طور بشكل رهيب في الملاعب العالميه وعنده اسبابه، وكل واحد لازم يعرف حدوده. يعني انا ما نقدرش نتكلم لك على حاجه وانا صحفي. تبع بالاطباء هما اللي يتكلموا في هذا الشيء. جو بونس لي ميدسان هما كل واحد في مجاله. انت تقول لي اسمح لي بور جوستيفي
لا بروغراماسيون دي ماتش في رمضان على الوحده، لانه عندك الديفايونس نتاع لي ستاد تاعك ماشي ديال ماشي مدوره. تسمى بارابور الجيري ما عندناش لي ستاد ماشي غنديروا بروجيكتور، وحنا دوموندينا لا كان 2025 وانت عندي في النخبه ما تقولش ميم با تلعب في بروجيكتور تحت بروجيكتور، ما تقوليش لا باسكو نورمال 60 حنا نلعبوا سا سي با بيان. كل واحد يهضر في الدومين تاعو، وماذا بيا يهضروا لي ميدسا، ولا قالوا لي ميدسا تشكل خطر على حياه اللاعبين ما نلعبوش لي ماتش هذوما. موضوع فوق دو صابل سيليسيو هذا سي اون تكنيك. وعلاش ما لعبوش فيه في الاسابيع اللي فاتت؟ مليح دقيقه مراد الارضيه دهورت راحت الارضيه. انا اسمح لي انا قلتها هذا حسين قال لك انا هو مختص في انا ما قلتش. او جا واحد اللي بدا قال لي بلي الارضيه تاع نيلسون مانديلا وتاع وهران عيانه ما تنجحش. وفي الصيف نزيدوا نتاكدوا مليح، شهر جويلية وتنزيدوا نتاكدوا مليح. والله قلتها وما زلتش في كلام. من احسن الارضيات في العالم خلاص هما في ريال مدريد في كل دول. ولكن حسين باش يكون تفهم حاجه، هناك تلاعب من طرف الشركه هذه، يحوسوا على الصيانه تاعها. شوف الشركه هذه هما اللي يصبروا، تقول الشركه دارت عملت ما ينجحش. وهران وبالراقي ما ينجحش العش الطبيعي تاعها. علاش؟ ما ينجحش سبحان الله. وهران تلعب في زوج مقابلات وتغلق وتقول لي ينجح. علاش نجح في الملاعب الاوروبيه؟ وين الملعب تقول لي في هولندا وفي روسيا؟ لا برنابيو يلعبوا به، باريس سان جيرمان كامل، الفرق كامل فهمت. هذا سامحني تقنيه هذا الملاعب هذا العشب الطبيعي هذه مغروس البلاستيك. لا سي دي سوبسترا دو لياج واسمه تاع لياج، ولتحت فيه دي صابل سيليسيو. دير الصابل هذاك يجيبوه من واتسوف. سي بور سا شفت نهار طاحت الامطار الغزيره هذيك قال لك اللي يجيبوا من واتسوف ما خدموا به لا بالراقي لا وهران. غير اسمح لي، واتسوف خدموا به ملعب القليعه وخدموا به ملعب تاع بن عكنون. يعني تاع البليله خدموه بالرمال تاع تبسه. مراد يضرب مختص قلت لي يعني شركه صحيح لا